السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الحمصية والسمسمية والفولية، كلهم مقاديرهم واحدة: كوباية سكر، عليها كوباية مية، معلقة عسل جلوكوز، وكمان رشة ملح ليمون، وبنقلب كويس قوي على النار وبنسيبهم بقى حوالي 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعة. انا بجيب بعد ما بيغلي كده بجيب رشة الملح والليمون ومعلقة مية وبدوبها واحطها عليها. بعد كده ببتدي بقى كل شوية اختبر العسل بعد ما يكون تخن شوية كده، باخد كده نقطتين احطهم في مية ساقعة. لو العسل اتكسر كده خلاص تمام استوى، لو لسه ما اتكسرش بستنى عليه. على طول رحت حاطه نص كيلو حمص، وبقلب بسرعه وانا على النار عشان الحمص كله يتغلف في العسل. وحاطه مجهزه معايا صاج، حاطه فيه كيس بلاستيك دهناه دهنه زيت خفيفه، وبروح صبه على طول بسرعه واحط الكيس البلاستيك تاني فوقيه عشان طبعا هو بيبقى سخن، وابتدي افرد واظبط كويس واخليه في سمك نص سنتي كده عشان ما يبقاش تخينة قوي وتعرفوا تاكلوها وتعرفوا تتكسر معاكم. بس وبسرعة بسرعة بروح مقطعاها بالسكينة واسيبها تتهوى. كده خلصنا الحمص السوداني، نفس المقادير بنفس التكنيك برضو. بتحطي كده بتجربي العسل في مية ساقعة قوي، مية متلجة. لو اتكسر خلاص كده تمام، لسه ما اتكسرش وطري يبقى نسيبها شوية على النار. وبرضو فردت برضو على كيس بلاستيك فيه مسحة زيت كده، وقطعت بسرعة بسرعة وسبته يتهوى. هنا بقى السمسم نفس الموضوع: كوباية سكر، عليها كوباية مية، عليها معلقة عسل جلوكوز، رشة ملح ليمون بدوبها في شوية مية عشان تكون دابت واتأكد اوي ان هي دابت. ولما العسل يوصل للدرجة اللي قلنا عليها بياخد حوالي بعد الغليان من 10 دقايق لربع ساعة بيكون خلاص. بس جربيه، اختبريه كده بالمية الساقعة، هتلاقي اول ما تلاقي العسل اتكسر حتى لونه كمان بيكون مختلف. بصوا شكل لونه تمام، بلاقيه خلاص زي ما وريكم كده اتكسر. بروح حاطه عليه السمسم او السوداني او الحمص، او ممكن تعملوا بندق بنفس الطريقة او لوز زي ما تحبوا. اول ما بلاقيها اتكسرت خلاص بروح حطاها على طول. عندي بقى فاضل السمسم، حطيت السمسم وقلبت كويس قوي. هقلب قوي يعني تقلبي كويس لحد ما تحسي ان السمسم دخل في بعضه كده وعمل، وانتي بتقلبي كده تحسي ان هو عامل زي ما يكون شعر كده صغير ما بين خيوط كده، عامل زي خيوط العسل بيبقى عمل خيط. خلاص كده هو بينشف. بسرعة بقى طبعا تكوني مجهزة الحاجة اللي هتعملي فيها. الأحسن ان انت تفردي فيها كيس بلاستيك تدهنيه دهنة زيت خفيفة قوي، وبسرعة تصبي الحاجة وايدك التانية معاها الكيس التاني، يعني مجهزة حاجتك على طول عشان ما ينشفش منك وتعرفي تقطعي. بصوا انا كمان لو لاحظتوا بحط الصاج على النار العين السخنة عشان تفضل الصاج سخن، فاعرف افرد كويس ما ينشفش مني. بصوا طبعا انا هنا عندي الصاج بياخد السخونية من العين فبيبقى دافي، فبيساعدني ان انا افرد كويس قوي واظبط السمسم. والحتة اللي لقيتها هنا ناقصة بظبطها، بحاول اظبطها كويس على قد ما اقدر. اهو بالكيس طبعا لان هو بيبقى سخن. وابتدي بقى اقطع بالسكينة. السكينة طبعا بتبليها زيت خفيف عشان تتقطع معاكي وما تلزقش فيها. بس كده وتسيبيها تنشف. كده جهزنا الحمص ومعانا السوداني ومعانا السمسم، ويبقى عملنا حمصية وسمسمية وفولية في البيت. بصوا بعد ما نشفت طبعا سبتها تنشف اكتر من ساعة اهي، وبألف هنا وشفا.